بس برضو يا أخي في حاجة غلط. البلد مش عجباني، بتقع كده بتقع، فاهمني؟ كل شوية ألاقي نفس الناس ونفس المنصات بيقولوا الكلمتين دول وكلام غيره كتير، بيحاولوا يقنعوك إن مصر من سيء لأسوأ. مرة يقولك الاقتصاد بينهار، ومرة يقولك الدولة بتبيع كل حاجة، ومرة يقولك الدعم خلاص انتهى، ومرة يقولك العاصمة الجديدة مدينة أشباح، ومرات كتير يعملوا لك صفحات شكلها ساخرة ومهتمة بالكوميكس، لكن في الحقيقة هدفها تمرير رسائل العدو بس بطريقة ناعمة. لكن على مين؟ طب تعالوا نبعد شوية عن كل ده ونشوف بنفسنا تفاصيل اللي اتقال وإيه اللي حصل على أرض الواقع. خلونا نبدأ الحلقة. أنا لؤي الخطيب، ودي حلقة جديدة من انحياز. المطاريد خلال الأيام اللي فاتت كانوا مركزين على مجموعة رسائل بعينها، رسائل هدفها تخلق حالة من الإحباط وتخلي المواطن يحس إن كل حاجة غلط. بدأوا يتكلموا عن وجود تحصينات إسرائيلية في رفح، وحاولوا يرجعوا الجدل تاني حوالين الملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد، وكأن الدولة فقدت سيطرتها أو غابت عن المشهد. وبعدين اتنقلوا لأزمة السيستم بتاعت المعاشات، وصوروا المشكلة اللي هي مرحلة انتقالية بين سيستم وسيستم على إن هي إهانة للمواطن ومساس بحقوقه الدستورية، رغم إن أي منظومة إلكترونية في العالم ممكن تتعرض لأعطال فنية وبيتم التعامل معاها. وبعدها فتحوا ملف العدادات الكودية وقالوا إن الدولة بتحول الخدمات الأساسية إلى جباية إجبارية. هما بيحبوا الكلام الكبير ده. وإن المواطن بقى بيدفع مقابل أبسط حقوقه، مع إن الطبيعي إن أي حد بيحصل على خدمة يدفع مقابلها، كلنا بندفع. ولأنهم بيحبوا يلعبوا على مخاوف الناس بدأوا يتكلموا عن الدعم النقدي، وطلعوا يقولوا إن الحكومة بتتخلى عن مسؤوليتها الاجتماعية، وإن الدعم النقدي ده مجرد خدعة هتسيب محدود الدخل يواجهوا ارتفاع الأسعار لوحدهم. وما وقفوش عند كده، دخلوا على صندوق مصر السيادي وربطوه بقضية صبري نخنوخ، وروجوا كلام عن وجود صراعات بين مؤسسات الدولة، وكالعادة هبد من غير أي دليل. وبعدين بدأوا يتكلموا عن الديون وصوروا المشهد وكأن الدولة عاجزة، وإن أقساط وفوائد الديون ابتلعت كل الموارد، وإن مفيش أي قدرة لا على الإنفاق ولا التنمية ولا السداد. وأخيرا رجعوا يرددوا نفس الاسطوانة القديمة: بيع أصول الدولة، مرة جبل الزيت اللي ما فيهاش أي خسائر، ومرة المواني اللي مش بتتباع، ومرة رأس الحكمة اللي هي أهم صفقة استثمارية في تاريخ مصر. وكأن كل استثمار أو شراكة اقتصادية معناها إن البلد بتفرط في سيادتها. دي كانت الرسائل اللي حاولوا يكرروها ويمرروها طول الوقت. في المقابل بقى ايه اللي كان بيحصل بجد على ارض الواقع في نفس التوقيت؟ خد عندك احتياطي النقد الاجنبي في مصر ارتفع لاكثر من 53 مليار دولار في نهاية مايو. ده اعلى رقم في تاريخ الاحتياطي الاجنبي المصري، وده معناه قدرة اكبر على مواجهة الازمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. والاحتياطي الاجنبي ده ما جاش من فراغ. بص على موارد الدولة الدولارية زي تحويلات المصريين في الخارج اللي بتسجل مستويات تاريخية وصلت ل 39 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 لإبريل 2026، ودي نسبة زيادة 33% تقريبا عن نفس الفترة السنة اللي قبلها. بص على إيرادات السياحة، سجلت خلال أول 5 شهور من 2026، يعني في عز الحرب، حوالي 6.8 مليار دولار، واستقبلنا 7.5 مليون سائح. ومصر بتتوقع استقبال 20 مليون سائح في 2026، ده أعلى رقم في تاريخ مصر. في قطاع البترول أعلنت الحكومة إنهاء مديونية الشركات الأجنبية العاملة في القطاع. دي خطوة مهمة جدا. الديون دي كانت وصلت في يونيو 2024 في عز بقى ما كان عندنا تراكم للمديونية نتيجة أزمة الدولار، وصلت ل6.1 مليار دولار. النهاردة خلصت، بقت صفر، والنتيجة اكتشافات بترولية مذهلة بيتم الإعلان عنها كل كام يوم تقريبا،
وده خلى موقع زي بيزنس انسايدر يتكلم عن زيادة إنتاج مصر من النفط من حقول الصحراء الغربية لوحدها ب 12 ألف برميل يوميا خلال أسبوعين 2 بس. وبالمناسبة ملف الطاقة ككل مش البترول بس بيحصل فيه عظمة. يعني مثلا احنا كان عندنا هدف من 6 سنين اننا نوصل لتوليد الكهرباء بنسبة 42% من كهرباء مصر كلها من طاقة الشمس والرياح بحلول 2035. بعد كده الهدف ده بقى في 2030، ومؤخرا الهدف ده ونتيجة طبعا للتطورات اللي حصلت في المنطقة بقى 45% خلال سنتين، يعني في 2028. احنا حاطين مستهدف ان نقترب من 45% من اجمالي الطاقة المنتجة في مصر انها تكون من الطاقات الجديدة والمتجددة بحلول او بنهاية عام 2028. احنا قربنا التاريخ، يعني بدل 2030 وكمان زودنا شوية النسبة اللي احنا عايزين نحققها من خلال مجموعة كبيرة من المشروعات. شركة كبيرة زي سكاتك النرويجية اللي شغالة في ملف الطاقة المتجددة بتخطط لضخ استثمارات جديدة بحوالي 5 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة. يعني جدية الدولة أقنعت شركات كبيرة إنها تشتغل معانا وتضخ مليارات الدولارات. أما سوق العمل فبرضه سجل مؤشر إيجابي، معدل البطالة تراجع ل 6% خلال أول 3 شهور من 2026 مع زيادة عدد المشتغلين بحوالي 600 ألف، وده معناه فرص عمل جديدة وحركة اقتصادية مستمرة. ولو بصيت على جولات عملها رئيس الوزراء أو وزير الصناعة مؤخرا هتعرف إن في طفرة صناعية بتحصل في البلد. يعني مثلا مؤخرا وزير الصناعة كان بيحضر تركيب خطوط إنتاج أول مصنع في الشرق الأوسط لتصنيع كومبريسور أجهزة التكييف. المصنع تابع لمجموعة العربي وفي بني سويف. في ملف الإصلاح الاقتصادي أعلنت الدولة عن واحدة من أكبر عمليات الإصلاح المالي والهيكلي من عشرات السنين من خلال توقيع اتفاقيتين لإنهاء تشابكات مالية تاريخية بقيمة، واسمع الرقم، 196 مليار جنيه. الاتفاقية دي تضمنت فض تشابكات بنك الاستثمار القومي مع شركات المية وتسوية مديونيات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ودي ملفات فضلت معقدة ومكلكعة لعشرات السنين زي ما قلنا. طب بص على العاصمة الجديدة اللي كانوا بيقولوا مدينة أشباح، الواقع بقى يرد عليهم بنفسه. حركة يومية مستمرة، زحام في مناطق الأعمال والخدمات، وإقبال متزايد على منطقة الفود كورت اللي فيها المطاعم والكافيهات، يعني في ناس وحركة، وتشغيل المونوريل تدريجيا، وجهات ومؤسسات بقت شغالة من داخل العاصمة. أقول لك حاجة، ماتشات مصر في كاس العالم، حتى الماتشات اللي بتتلعب الفجر زي ماتش مصر ونيوزيلندا، منطقة الفان زون اللي في قلب العاصمة الجديدة اللي بيقولوا عليها صحراء كانت مليانة ناس ازاي، وكله بيشجع المنتخب وبيحتفل مع كل جون. هي دي الصحراء اللي قنوات المطاريد بتتكلم عنها؟ ومن الناحية التانية الوقت اللي كان المطاريد فيه بيحاولوا يروجوا ان مصر قفلت معبر رفح او منعت المساعدات، كانت المساعدات الإنسانية بتدخل بشكل يومي من خلال المعبر. وده يخلينا نسأل سؤال مهم، ليه كل إنجاز مصر بتعمله لازم يتحول لأزمة، لكارثة؟ ليه كل رقم إيجابي لازم يتم تجاهله وتفطيسه؟ وليه كل شائعة بيتم تضخيمها قبل حتى ما حد يعرف الحقيقة؟ الإجابة ببساطة لأن المعركة النهاردة مش بس معركة معلومات، لكنها معركة شاشات. في فرق كبير بين نقل الخبر وبين اختيار جزء صغير منه وصناعة انطباع كامل يخدم هدف معين، ده غير طبعا الفبركة. عشان كده لازم أي خبر نسمعه نسأل نفسنا إيه المصدر، وحقيقي ولا لأ، وهل الصورة كاملة ولا لأ، ولا حد بيعرض علينا جزء منها بس ويمكن يكون كمان كذب. مفيش دولة في الدنيا ما عندهاش تحديات، لكن في فرق كبير بين انك تناقش التحديات بموضوعية وبين انك تحاول تحول اي ازمة او اجراء او حتى انجاز لمادة دائمة للتشكيك والاحباط زي ما المطاريد بيعملوا. واحب اقول لهم العبوا غيرها، المصري يوميا بيحاول وبيواجه وممكن يجي على اي حاجة الا بلده. ربنا يحفظ مصر وشعبها. وفي النهاية عايز افكرك، مفيش حاجة اسمها حياد، الكل منحاز لقناعاته بيدافع عنها بكل قوته،
وانا منحاز لبلدي ومصلحتها، ومن حقي انا وكل اللي زيي نعبر عن قناعاتنا بالعقل والمنطق والمعلومه. اشوفكم الحلقه الجايه.